السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. النهارده بقى كده راجعه لكم بفيديو جديد، ويا ريت كده بقى لو بتشوفوني لاول مره انزلوا بسرعه اشتركوا في قناتي وحطوا لي لايك للفيديو، ويلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف تفاصيل يومنا النهارده. عايزه اقول لكم ان انا عندي فيديوهات كتيره والله العظيم متصوره على التليفون، ولكن انا اليوم بتاع رمضان قصير جدا، بيخلص مني كده ما بلحقش ان انا اقعد اصور الفيديو، ان انا قصدي امنتجه واظبطه وانزله معاكم. ولكن النهارده كده بقى قررت ان انزل الفيديو لاني بجد مفتقداكم وان انتوا وحشني جدا. عايزه اشكركم طبعا على الكومنتات بتاعتكم الجميله جدا، والناس اللي دخلت واشتركت معايا في القناه نورتوني وشرفتوني، ووجودكم طبعا على راسي من فوق. والناس اللي لسه بقى كده ما نورتنيش انزلوا بسرعه اعملوا اشتراك في قناتي، وعايزه لايكات كتير على الفيديو ده. ويلا كده نسمي بالله ونشوف اليوم بتاعنا عباره عن ايه. وطبعا الفيديو طبعا برعايه سيلا قاعده كده ومنورانا مش راضيه تقوم من جنبي، فقلت لها خليكي بقى كده قاعده. هنعمل ايه يا ولاد؟ انا بصوا بصراحه كده نزلنا السوق اشترينا شويه طلبات وهنعمل فطار. يعني بصوا روتين يوم رمضاني كده زي الفل كده، نتشجع من بعض كده وناخد من بعض طاقه ايجابيه ونشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده انا جبت خضره، طبعا امي ربنا يديها الصحه هي متوليه موضوع غسيل الحاجات، تغسل الخضره تغسل الرز الحاجات دي، هي بتحب هي تغسل كل حاجه كده بايديها، وانا اركب كل حاجه على بعضها زي ما انتم شايفين كده. طبعا جبت خضره قطعتها كده على كميه بصل كده محترمه. هتعملي ايه؟ تعالوا بس هقول لكم هنعمل ايه. وغسلنا الرز ونزلناه على الخضره وعلى البصل، وتبلي ملح وفلفل وبهارات وروقي الدنيا، وكل سنه وانتم طيبين. قلبت كل الحاجات دي كده على بعضها زي ما احنا شايفين. هنعمل ايه؟ حذروا فزروا كده، دي خلطه ايه؟ وادي الطماطم اتضربت اهيت وجات لي، شفتوا يا جماعه كل حاجه بتجيلي كده وانا قاعده ما شاء الله تبارك الله. نزلت بالطماطم وهنقلب الكلام ده كله على بعضه، ومعلقتين صلصه، وسمي بالله وصلي على الرسول كده لو لسه ما صليتيش على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ويلا يا اختي كده قومي تشجعي وشوفي وراكي ايه واعملي اللي وراكي، علشان يوم رمضان ده قصير. على ما تصحي كده هوت من النوم وتتحركي شمال ويمين تلاقي اليوم بتاعك خلص وانتي ما لحقتيش تعملي حاجه. وانا بقى عايزه اقول لكم على سر خطير خطير خطير. انا من الناس اللي اليوم بجد بيضيع مني، وممكن ادخل المطبخ على الساعه 4:30 او الساعه 5 والله العظيم، والحمد لله بنجز وقتي وبطلع بفطار حاجه كده لوز العنب. يعني الحمد لله احنا كده ايه، مطرح ما بنغطي يا جماعه، الحمد لله والشكر لله. في اي وقت كده بدخل المطبخ بطلع بالاكل زي الفل. امي تقول لي ايه ده ما شاء الله الله اكبر عليك، اقول لها لا ما هو احنا بصي احنا ناس يعني ما انتخين قوي بس ناس سريعه قوي، يعني احنا ايه بنقدر ننجز كل حاجه. انا طبعا عندي هنا ممبار، وده بقى ايه ممبار جملي جايين من البلد من عند بنت عمي. طبعا زي ما قلت لكم مرارا وتكرارا ان احنا جزارين لحمه جملي. وسع بقى للجملي بقى، وسعوا بقى. جبنا الممبار نضفناه كويس جدا واتغسل كويس جدا. وعايزه اقول لكم ان ده ممبار بقى كده ايه بتاع جمال صغيره، يعني حاجه كده ما خدش هوا كده على النار، وطعمه بقى مش قادره اوصف لكم. لا والله مش علشان من عند حاجتنا او كده، بس بجد هو كان حلو جدا. وما شاء الله انا على ما حطيته على النار غلي غلوتين كان مستوي وكان زي الفل. قعدت بقى كده حشيته زي ما احنا شايفين، وجبت هنا قلت لها تعالي لي يا هنا كده، هو انت يعني هتفضلي قاعدالي كده ما انتش متعلمه تعملي حاجه؟ تعالي. انا اليومين دول حاطه هنا في دماغي قوي، بحاول ان انا اعلمها الاكل وحبه كده، علشان بقى شايفاها بسم الله ما شاء الله كده بدات تكبر ولازم تتعلم كده ولازم تبقى شاطره. علشان جوزي ماسك لي يا جماعه كلمه ايه، اقلب البت على ايه، اقلب القدرة على فمها هتطلع البت لامها، لو طلعت خايبه هيقولوا لامها، ولو طلعت شاطره هيقولوا لامها. فالكلام كده زي ما تقولوا كده ايه، عارفين انتوا، طلع في دماغي كده وقلت لو النبي تطلع لامها خايبه، لا ازاي الكلام ده ودي تيجي. فبدات بصراحه ان انا اقعد اعلمها اكلات وبوقفها معايا في المطبخ كتير، حتى لو بعمل اكله وهي واقفه بتصورني اقول لها بصي بقى يعني ايه، ركزي ما تقفيش مجرد ان انت بتصوري، شوفيني بحط ايه على ايه وايه على ايه، عشان هاجي في مره واقول لك اعملي كذا واشوفك هتعملي ايه. وهي بصراحه متقبله وحابه فكره المطبخ جدا، فبما انها حابه فكره المطبخ يبقى هتتعلم وهتبقى شاطره. هي هنا يعني ما شاء الله مش كبيره قوي برضو، هي في سنه 5 ابتدائي، بس برضو انا حابه احنا على ايامنا احنا وانتي صغيره كده كنت بصي كنا بنشيل البيت كله والله العظيم، اكل وشرب وغسيل وتنظيف، وفي الاخر ما كانش بيعجب امي كمان، يعني عارفه اللي هي حاسه ان احنا لا المفروض نبقى احسن من كده ونعمل اكتر من كده، اللي هو ازاي ما اعرفش. بس طبعا كل ام بتحب بنتها تبقى احسن الناس واشطر الناس وتبقى كويسه، وعايزه تديها كل حاجه كويسه وتعلمها كل حاجه كويسه.
فطبعا يعني ايه مش حاجه وحشه ان انت تبداي تعلميها. طبعا بسم الله ما شاء الله انا بنتي بتذاكر وما شاء الله يعني مستواها في الدراسه الحمد لله اللهم لك الحمد كويس، بس برضو عايزاها تبقى متعلمه كل حاجه، عارفين انتوا ملمه كده بكل حاجه حواليها. ربنا يبارك في ولادنا وولادكم يا رب كده ويجعلهم من الصالحين وتشوفوهم كده احسن الناس، اللهم امين يا رب العالمين. قعدنا بقى كده نحشي الممبار، وهي بقى ايه يا ماما انا زهقت من اول واحده، قلت لها لا اصبري بس كده هتتعلمي وهتبقي شاطره. عملت واحده والتانيه لقيت الموضوع سهل وخلاص انا بقيت اعرف ازاي احشيه. تمام كده تمام كده. طبعا كنت حاطه حله ميه بقى كده تغلي على النار على محشي الممبار، ما شاء الله كانت الحله كده ايه غليت. لازم تغلي معاكي وتقوم وتقعد كده اهوت علشان ايه تبقى اول لما تنزلي بالممبار بتاعك يقفل كده على بعضه وما يطلعش الرز بتاعه. خلصنا اول حاجه هنعمل ممبار بقى، مثلا شويه بقى كده رز من الممبار، بس انا شايلاهم على جنب من الاول يعني عشان ايه ما يتزفروش. جبت بقى 2 كيلو كوسه، انا شفت الكوسه دي في السوق بسم الله ما شاء الله حلوه جدا ورخيصه قوي، يعني كانت ب 8 جنيه اللي هي الكبيره الطازه دي. رحت جايبه كده 2 كيلو وقلت احشيهم مع فلفل برضو الولاد بيحبوه مع الممبار كده. وبصراحه هعمل شويه سلطه جنب الكلام ده كله والحمد لله كده زي الفل. شويه سلطه وشويه مخلل وخلاص نقضيها كده. انا بصراحه كنت عايزه اجيب لهم بانيه كمان، ولكن ايه حاسه ان الوقت عدى فقلت لهم خلاص هو نعمل كده، وبكره ان شاء الله اعمل لكم بانيه وحاجه تانية لان انا ولادي من عاشقات البانيه بصراحه. هنا بقى لقيت حد اتصل بينا وعايز يعمل اوردر اكل، اسكت يعني كده؟ لا والله النبي والنبي ابدا، ده رزق بيحب الخفيه. والله التليفون جالي عايز كرومبه محشيه زي ما احنا شايفين وعايز فرخه مسلوقه وشويه شوربه. امي قالت لي ده احنا في الوقت متاخر، قلت لها بصي توكلي على الله. طبعا انا كان عندي كرنب مفرزاه مخليه عندي في الفريزر، اللي بيحتاجه برضو ببيع منه عادي، انا بستخدمه عادي مفيش اي مشكله. رحنا مطلعين طبق كده على طول وعملنا خلطه المحشي في ثواني، ورحت على طول لفينا الحله بتاعه الكرنب كده وحطينا الفرخه تستوي على النار وما شاء الله زي الفل. بقى الاكل بتاعنا بيستوي وجنبيه الاوردر بتاعنا، ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب ويرزق كل الناس. وادي الممبار كان خلاص استوى اهوت، بدات ان انا خلاص اطلعه كده في مصفى زي ما قلت لكم. هو ما شاء الله ما خدش وقت خالص لان هو كان صغير، فكل ما الحاجه طبعا بيكون سنها صغير ما بتاخدش معاكي سوا وطعمها بيكون حلو جدا. خلاص اول لما خلصته طبعا خلاص كانت الساعه 5:30 كده تقريبا، بدات بقى كده ان انا ايه احمر الممبار. حطيت شويه زيت على الشعله، ودي الشعله اللي هي في الارض لو انتوا عارفين اقعد عليها كده، فبتسهل عليا بصراحه حاجات كتير لاني وتقدري تعملي عليها كذا حاجه. وطبعا انا كنت بعمل الحاجات دي بره والبوتاجاز برضو عليه حاجات جوه بتستوي، فبينجز الوقت بصراحه لان البوتاجاز مش كبير فمش هقعد استناه، فاهمني؟ خلاص ادي الممبار اتحمر وخلاص ما شاء الله كانت الفرخه برضو خلصت والمحشي. وطبعا علشان الناس اللي عايزه الحاجات دي ناس قريبه مننا فعايزينه في الحله كده زي ما هو، قالوا هيفضوا الحله ويجيبوها. رحت حطينا الفراخ كده على وش حله المحشي والشوربه في حله ووديناه، وبالف هنا وشفا على قلبهم يا رب اللهم امين ويحسن ما بين ايدينا. وده طبعا طبق الممبار بتاعنا اهوت زي ما احنا شايفين، وكمان كان المحشي المشكل الكوسه والفلفل استوى، وكان بقى كده شويه ورق كرنب صغيرين وشويه رز معايا من الكوسه. رحنا عملنا حله كرنب صغيره كده زي ما انتم شايفين، وكمان جبنه مخلل. وعايزه اقول لكم ان اختي جت فطرت والاكل والله كفه ووفى وبسم الله ما شاء الله كان طعمه زي الفل كده، كان حلو جدا. ادي سفرتنا البسيطه جدا، وكمان عملنا شويه شوربه لسان العصفور وبالف هنا وشفا. ما تنسوش